السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازاي يا جماعة عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهاردة ان شاء الله بإذن الله هنعمل مع بعض القرص الجميلة اللي انتوا شايفينها ديت. بصوا بقى يا جماعة، كل كمية القرص ديت ب3 كوبايات دقيق بس. شايفين شكلها عامل ازاي؟ طبعا هي تتحدث عن نفسها، يعني مش محتاجة ان انا اتكلم كتير. بس كل اللي اقدر اقوله لكم ان هي الطريقة بتاعتها سهلة قوي، وكمان المقادير بتاعتها بسيطة خالص. شايفين يا جماعة هشة ازاي وجميلة وخفيفة جدا، احلى كمان من بتاعة الفرن. يعني عايزة اقول لكم ان طعمها رهيب، حتى لما قعدت تاني يوم برضه طعمها. تعالوا بقى نشوف عملنا القرص الجميلة دي ازاي. الطريقة والمقادير يلا بينا. بس قبل اي حاجة هنسمي الله ونصلي على رسول الله عليه افضل الصلاة والسلام. هيكون عندي هنا 3 كوبايات من الدقيق. حاطين يا جماعة وقت الدقيق بتاعنا. هحط عليهم بقى، انا هستخدم المعلقة العادية اللي هي بتاعة الاكل اللي انتوا شايفينها ديت. عندي معلقة من السكر، عليها معلقة من الخميرة ما تكونش مليانة قوي، وعليها كمان معلقة من السمسم، نص معلقة من البيكنج باودر، وعندي هنا معلقة من لبن البودرة اهوت يا جماعة، اللي هو لبن نيدو او اي لبن بودر هنحط منه معلقة. هنحط شوية من الملح، وبعد كده نقلب المكونات الجافة دي كلها مع بعض. وعندي هنا كوباية الا ربع من الزبدة او السمنة. انا عندي هنا مستخدمة سمنة عادية اللي هي روابي. لو انت حابة تستخدمي سمنة بلدي او زبدة او اي او زيت حتى براحتك خالص، هتحطي كوباية الا ربع. انا السمنة دي سيحتها عشان الجو برد زي ما انتم شايفين، فلو حطيتها بحالها هتبقى صعبة جدا معايا انا وبعجن، وكمان هتبان قطع كده في العجين. فهسيحها الاول، بعد كده احطها زي ما انتم شايفين. بصوا يا جماعة قطع السمنة اللي هي مسحتش قاعدة ازاي، فعشان كده انا سيحتها. تسيحيها بس ما تسخنيهاش، ما تخليهاش سخنة خالص. وبعد كده تبداي تبسي العجين بتاعي زي ما انت شايفة كده. هنحاول بس ندخل الدقيق بتاعي، يعني السمنة جوه الدقيق بتاعي كله كده اهوت بنفس الشكل زي ما انتم شايفين كده يا جماعة. بعد بقى ما شربنا السمنه كلها في الدقيق، عندي هنا معلقه من الزبادي او معلقتين على حسب رغبتك. لو الزبادي مش موجود استغني عنه عادي في الوصفه ديت، بس برضو هتفرق، هتدي طعم حلو قوي. وعندي هنا بقى كوبايه من الميه الدافيه. بصوا يا جماعه، ما تحطوش الكوبايه كلها زي ما انا هعمل، طبعا هكون بالتدريج لان على حسب نوع الدقيق. ممكن الدقيق ياخد معايا الكوبايه كلها، وممكن ما ياخدهاش، تبقى كوبايه الا ربع. يعني عندك هنا من كوبايه لكوبايه الا ربع ميه دافيه، ده اللي هنعجن بيه. والخطوات اللي فاتت كلها يا جماعه ممكن نستغنى عن السمسم. يعني ممكن هنا نستغنى عن الزبادي والسمسم، لكن باقي الخطوات كلها اساسيه يا جماعه في الوصفه ديت. امشي على الطريقه وعلى المقادير بالظبط، وان شاء الله باذن الله تطلع معاكي زي ما طلعت معايا ويمكن احلى كمان. هنعجن بقى كويس جدا. انا هعجن العجينه دي كويس جدا يا جماعه، وبعد كده هرجع لكم تاني عشان بس ما اطولش وقت الفيديو اكتر من كده. بصوا بقى عجناها، شايفين؟ دي خدت معايا كوبايه الميه كلها. طبعا انا بوريكم ملمس العجينه عشان الناس اللي مش تاخد معاك كوبايه كلها، او يمكن تاخد اكتر كمان. شايفين يا جماعه ملمس العجينه عامل ازاي؟ انا عايزه كده عجينه تكون طريه لينه اهيت، وفي نفس الوقت مش ملزقه. هغطي بقى العجينه دي كويس واخليها بقى ان هي ترتاح حوالي يعني 10 دقايق او تلت ساعه كده، عشان بس الجو ساقعه، عشان لما اجي اشكلها تتشكل معايا بسرعه. نيجي بقى دلوقتي بعد ما العجينه ارتاحت، هنحاول بقى ان احنا نشكلها قطع صغيره كده، يعني كور صغيره قد حجم الليمونه اهيت، او برضو قطعي بالحجم اللي انت عايزاه، بس هي لما تكون صغيره كده بتدي نفس الشكل بتاع الافران، وبتبقى شكلها حلو قوي. مش هندهن السطح اللي احنا بنقطع عليه سمنه ولا زيت ولا اي حاجه يا جماعه، لان هي مش مستاهله. وهنا برضو ملحوظه، حتى السيجان اللي هنحط فيها او الصواني اللي هندخلها الفرن برضو مش هندهنها اي ماده دهنيه. بصوا بقى هنقطع بحجم حبه الليمونه زي ما انا قلتلكوا. بصوا سهله خالص يا جماعه. انا مسرعه الفيديو شويه، لكن هي كمان والله يعني الخطوه دي سريعه جدا اصلا لوحدها، يعني ما بتاخدش اي وقت خالص. شايفين بقى قطعنا كل الكميه بتاعتنا. طبعا انا بقطع كده بحاول ان اخلي الكور كلها قد بعض، ولو لقيت واحده اكبر من التانية يعني على قد ما اقدر بحاول اخليها كلها قد بعض. لو لقيت واحده اكبر من التانية باخد منها شويه، بصغرها شويه. اهو شايفين يا جماعه.
دلوقتي بقى بعد ما خلصنا كورنا العجين بتاعي كله كده، عمل معايا حوالي 24 واحدة. دول 3 كوبايات دي عملوا حوالي 24 واحدة، يعني حجمها حلو، مش صغير قوي ومش كبير قوي. بس طبعا الحجم بتاعها كان اكبر من بتاع الفرن. لو انت حابه تخليها قد بتاعه الفرن هتعمل معاكي حوالي 30 او حاجه و30 كمان. بصوا بقى، سيبناها ارتاحت حوالي 10 دقايق تاني او تلت ساعه تاني. مش تلت ساعه، يعني هي 10 دقايق بس كفايه. بعد كده رحت جايبه بقى الكور بتاعت ديت ودايسه عليها بكف ايدي كده اهوت. يا جماعه سهله خالص. بصوا انا كمان هجيب الصينيه كده شويه بس عشان تبقى واضحه ليكم. شايفين رصيناها في الصاج. انا هنا عندي كنت دهنت الصاج دوت زيت، وبعد كده هي اصلا الصاج التاني انا ما دهنتوش لان لقيتها مش محتاجه ان انا ادهن الصاج زيت، عشان كده قلت لكم ما تدهنوش الصاج اي ماده دهنيه. هنسيبها بقى لغايه لما تخمر. هتقعد معايا هنا تخمر من ساعه لساعه ونص لان الجو ساقع قوي. طبعا على حسب كميه الخميره اللي انا حطاها. كميه الخميره اللي انا حطاها ديت ممكن تخمرها كمان في ربع ساعه، بس على حسب درجه الحراره بتاعه الجو. بصوا بقى، حطيت عليها هنا الكيس البلاستيك دوت، وكمان هحط عليها فوطه عشان بس تخمر معايا بسرعه. سبتها لغايه لما خمرت يا جماعه، ودلوقتي بقى تعالوا نشوفها. شايفين بسم الله ما شاء الله القرص بتاعتي خمرت اهيت وخلاص كده. اول ما نلاقيها اختمرت معانا بالشكل دوت هندخلها بقى الفرن على درجه حراره 180 لمده ربع ساعه او تلت ساعه، يعني 20 دقيقه بالظبط. مش هتطول اكتر من كده لان هي حجمها صغير زي ما انتم شايفين، ومش هتاخد معانا وقت خالص. اول ما تطلع من الفرن بقى غطيها عشان بس نحتفظ بيها تكون طريه وجميله. وادي يا جماعه الكميه بتاعتي اللي طلعناها من 3 كوبايات من الدقيق. اظن ما خدتش معانا وقت خالص ولا مجهود ولا تعب، وكمان ما خدتش مقادير كتير. هما ال3 كوبايات دقيق وشويه من الملح وشويه من السكر، شويه من الزيت او الزبده او السمنه، عملنا القرص الجميله ديت، وكمان شويه من الخميره. شايفين يا جماعه؟ ولا بقى اشترينا حاجه من بره. وكمان الزبادي ممكن تستغنوا عنه، والسمسم ممكن نستغنوا عنه. شايفين طريه خالص وجميله ازاي؟ شايفين كمان التحمير بتاعها مظبوط جدا. وزي ما قلت لكم هتدخل الفرن على درجة حرارة 180. هتقعد ربع ساعة او 20 دقيقة بالظبط، وهتكون استوت ووصلت اللون اللي احنا عايزينه دوت. بعد 10 دقايق لو لقيناها احمرت من تحت والوش بتاعها محمرش من فوق، يبقى هنطفي عليها النار من تحت وهنشغل عليها الشواية. بصوا بقى، انا حبيت اقدمها كده بطريقة تكون حلوة، فحطيتها في الطبق اللي انتوا شايفينه دوت. شايفين؟ بسم الله ما شاء الله، حاجة كده جميلة. كفاية ريحة المخبوزات يا جماعة في البيت. يا رب يكون الفيديو بتاع النهارده عجبكم. بس لو عجبكم بقى ما تنسونيش في اللايك والشير وكمان الاشتراك للقناة عشان يوصل لكم كل جديد. وباي باي.